لكن خلينا نروح للجمهور المغربي. الجمهور المغربي أيضا عاشق لحمد الله، ونحن على أبواب كأس العالم، وهذه بطولة ما تتكرر دائما في تاريخ اللاعبين. كيف تواصلك كابتن عبد الرزاق مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي؟ في تواصل بينكم، خاصة أن احنا على وشك أسبوع من إعلان قائمة المنتخب المغربي، وكثير من الجمهور المغربي وأيضا من الجمهور السعودي يتمنى أن يشاهد عبد الرزاق حمد الله على أرض الميدان في مونديال الدوحة. كما ذكرت، خليني أبدأ لك بالنقطة الأولى اللي هي الجمهور المغربي. أنا ممتن كثيرا 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 للجمهور المغربي، الجمهور الذواق، الجمهور اللي يعرف الكورة ويفهم في الكورة. أشكرهم كثير على مساندتهم لي يعني طيلة الفترة الماضية، بالرغم من أني كنت مستبعد من المنتخب المغربي، لكن لهم كل الشكر والتقدير. أما بالنسبة لتواصلي مع المدرب وليد الركراكي، فأكيد هناك تواصل بيني وبينه طيلة الفترة الماضية، وحتى مع مساعد المدرب السيد رشيد بن محمود. وهذا التواصل فهو تواصل مثل التواصل مع جميع اللاعبين المغاربة، يعني اللي ممكن أنهم يروحوا لكأس العالم. وأنا جد سعيد يعني بالحوار اللي كان بيني وبينه، وإن شاء الله نتمنى الخير في الأيام المقبلة بإذن الله. مشتاق للقميص المنتخب المغربي كابتن عبد الرزاق؟ نعم، مرة أخرى أخوي. هل أنت مشتاق لارتداء القميص الوطني المغربي؟ أنت سألتي سؤال اللي المفروض ما يسأل. يعني أكيد البلد يبقى البلد، والوطن يبقى الوطن، والمنتخب هو جزء من الوطن. أكيد مشتاق لهذا القميص الغالي، لأنه بالرغم من أنه لعبت في عدة أندية وفي أماكن كثيرة، لكن لا شيء يعدل حمل قميص المنتخب الوطني. كيف علاقتك كابتن مع زملائك اللاعبين في المنتخب المغربي؟ وهو في الحقيقة يعني أنا أشوف كثير من الإعلام يتكلمون على أنه حمد الله له علاقة مو حلوة مع اللعيبة حق المنتخب، وهذا شيء يعني بالعكس. يعني أكثر من 60 إلى 70% من اللعيبة حق المنتخب عندي معهم تواصل شبه مستمر وشبه يومي، ودائما ما نتكلم، ودائما ما نلتقي، ودائما ما عندنا علاقة ممتازة، والحمد لله. يعني علاقتي مع جميع اللعيبة حلوة يعني وممتازة. في 2019 كابتن عبد الرزاق أنت غادرت معسكر المنتخب المغربي من 3 سنوات تقريبا. ليش غادرت معسكر المنتخب في 2019؟ هذه هي النقطة، على كما يقال نقطة التحول في مشوار عبد الرزاق حمد الله مع اليوث الأطلسي. في الحقيقة يعني هذه النقطة يعني مش تحول فقط مع أسود الأطلس، لكن أنا أعتبرها يعني نقطة سوداء في حياتي الكروية وفي مسيرتي الكروية، على غرار يعني الأسباب. لكن أنا شخصيا أعتقد أنه كان مفروض ما أسوي هذا الغلط حقيقة، لكن أعتقد في تلك اللحظة يعني سويت هذا الغلط عن دون قصد. لم أفكر يعني على عواقبه، وبالعكس أنا أخذت عواقب يعني بالنسبة لي أنا كلاعب كرة قدم وخيمة، أنه تبعد من المنتخب 3 سنوات، فهذا في حد ذاته عقاب لذلك الخطأ. لكن
كما قلت في أول مرة يعني شكرت الجمهور المغربي على وقفتهم معايا. أبغى أعتذر لهم مرة أخرى وأعتذر لأي مسؤول على هذا الخطأ اللي سويته. شوف، هو معروف أن عبد الرزاق حمد الله مش بسهولة يعتذر أو يتراجع، بس واضح أنك أنت تشعر يعني بالحنين لخدمة بلدك وللقميص الوطني. واضح بعد أنك أنت في راسك حاجة في كأس العالم، يعني أنت ناوي تخدم بلدك في كأس العالم بشكل غير مسبوق، وهذا اللي أدى أنه حمد الله يقرر يفتح صفحة جديدة مع الجميع. هل أنا يعني قرأت ما في مكنونك بشكل صحيح؟ تقريبا، لكن أنا مش مو بسهولة أني أعتذر. بالعكس، في حياتي كلها، يعني حياتي الخاصة أو حياتي المهنية أو حياتي يعني إذا سويت خطأ أعتذر للشخص اللي سويت له الخطأ. فما بالك أنك تسوي الغلط يعني مع ناس يحبوك، يعني زي الجمهور المغربي، وفي الأخير يعني المنتخب الوطني يبقى الأب الروحي لأي لاعب مغربي. صحيح. فأكيد يعني لا مثل جميع اللاعبين المغاربة يحلمون أنهم يلعبون كأس العالم، والحمد لله يعني فتحت صفحة جديدة. في أول اتصال كان مع المدرب وليد الركراكي، يعني كما كان قال لي أنه إحنا الحين في صفحة جديدة، ومن ذاك اليوم أنا في صفحة جديدة مع المنتخب. يعني لم يكتب لي أني أكون معهم في آخر معسكر، وأتمنى إن شاء الله إذا اختارني المدرب أن أكون معهم في كأس العالم، فراح أكون معهم إن شاء الله. وإن شاء الله إذا كنت معهم راح أعطي كل ما عندي وأكثر. إذا ما كنت معهم فراح أكون أول مشجع للمنتخب الوطني. طيب، بعيدا عن موضوع اختيارك، يظل هو قرار الجهاز الفني في المنتخب المغربي، لكن لو فرضنا تم اختيارك، طموحاتك الشخصية لمنتخب بلادك في المونديال، ايش شايف حظوظ المنتخب المغربي؟ نتمنى إن شاء الله أني أكون معهم. وبالنسبة لي أنا فأعتقد أنه المنتخب المغربي منتخب قوي. أكيد أنه إحنا في مجموعة قوية بعد، لكن اللعيبة اللي موجودين في المنتخب فهم يلعبون في مستويات عالية، ولعيبة يعني محترفين. وإن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يسهل أمرنا في هذه المجموعة، وأكيد بمساعدة الجمهور المغربي والجمهور العربي. يعني ممكن إن شاء الله أنه المنتخب المغربي يتأهل للدور الثاني إن شاء الله. أنت في رأيك أجمل نسخة كانت للمنتخب المغربي في كأس العالم كانت أي جيل؟ وأنا ما أتذكر كثير أكون صريح معك، لكن اللي أسمع واللي أعرف أنه نسخة 1986 اللي تأهلوا للدور الثاني يمكن، ولا في المكسيك ربع، ولا في ما المكسيك. أتذكر بالكثير. لكن بالنسبة لي أنا يعني أشوف أنه نسخة 1998 اللي حضرتها وشفت بعد المباريات، فكان المنتخب بالنسبة لي ممتع، وخانوا الحظ أنه ما تأهل للدور الثاني. في كثير من الجمهور المغربي طالب يشارك معنا ويعبر عن رأيه بحضور عبد الرزاق حمد الله. خلينا نسمع الجمهور ماذا يقول من المغرب. حمد الله، الله يحييك كابتن أبو ريان. السلام عليكم ورحمة الله أخويا وليد وللضيوف الكرام وللمشاهدين. الله يحييك، بس تفاجأت أنا بالتايجر اللي أنت لابسه هذا، يعني القميص هذا كان اخترته اليوم صدفة ولا؟ لا، جبت معايا ملابس، شفت تايجر وخلاص عجبني، وخلاص الحين القلب صار مع تايجر الحين. كابتن، أنا والله ودي، عندي ملفات كثيرة بسألك فيها طبعا، بس في نقطة مهمة لازم نوضحها للمشاهدين، أن الحديث مع كابتن عبد الرزاق حمد الله سيتناول ملفات كثيرة، لكن بالذات ملف القضايا المنظورة فإنها لن
يتم تناولها لأنها لا زالت منظورة ولا يحبذ الكابتن عبد الرزاق حمد الله الحديث فيها. لكن خليني أسألك سؤال افتتاحي. أنت ما شاء الله الآن 4 مواسم تقريبا في المملكة العربية السعودية، إيش تقول عن تجربتك بشكل كامل فيها؟ في الحقيقة يعني قرابة 5 سنوات مش 4 سنوات. يعني أنا في سنتي الخامسة هنا في المملكة. أكيد خارج كرة القدم فأنا الحمد لله مرتاح، ومرتاح بجميع الأماكن اللي أروح لها، يعني مكة المكرمة، المدينة، أي مكان هنا أروح وأنا مرتاح فيه. لكن كيف تعرف أنت يعني عالم كرة القدم فيه شوية ضغوطات وفيه، لكن أنا بالنسبة لي يعني هذا الشيء اللي خلاني أبقى في الدوري هنا، لأنه يعتبر أقوى دوري في آسيا وفي الوطن العربي. فأنا بالعكس يعني أحب أبقى في المكان اللي فيه الندية في الملعب وخارج الملعب. احنا اليوم 6 نوفمبر وانت انتقلت للاتحاد في شهر 12 ديسمبر، 11 شهر كابتن تعرضت فيها لضغوط ضخمة جدا. البعض يقول انه حمد الله يعني الضغوط بالنسبة له بحال فنجان القهوة، يعني مزاجه تحت الضغط يبدع. ايش تعليقك على هذا الكلام؟ أنا كما قلت مرارا وتكرارا، فالانتقادات هي دافع بالنسبة لي أنا، والضغوط هي درج أطلع فيه أنا فقط. يعني تعرضت كابتن أنت يعني نقدر نقول لحملة قوية ضدك في بالذات من بعض الجماهير، وتعرضت أيضا لحملة دفاع كبيرة جدا من محبينك على الطرف الآخر. ايش تقول للناس اللي كانت تنتقدك ايضا في ال10 شهور الماضيه؟ اولا ابدا بالناس اللي كانت تنتقد. تعرف ان ربما تنتقد في نسبه كبيره تنتقدك لانه تحبك، يعني ما تبغى تشوفك في نادي اخر، وفي نسبة أخرى من الجمهور تنتقد من أجل محبة فريقها يعني، وهذا حقهم مشروع. وكما قلت لك أنا بالنسبة لهذا الانتقاد فلا أعطيه أي اهتمام أبدا. أما بالنسبة للفئة اللي كانت معايا وأغلبيتها من جماهير الاتحاد فمشكورين كثير كثير يعني، عليهم حق، وإن شاء الله بإذن الله أحاول أني هذا السنة أفرحهم وأرجع المثيل بإذن الله. جمهور الاتحاد يحبك بالتأكيد ومنتظرين الكثير منك بالقميص الاتحاد. أن نضع لنا الدوري بتلك الطريقة، لكن هذا أكيد درس لنا أنه إن شاء الله هذا السنة راح نقاتل إلى آخر شيء في هذا السنة، أن نأخذ كل شيء بإذن الله. غياب كريم الأحمدي أثر عليكم كابتن؟ أكيد يعني كريم الأحمدي يعني صعب أنك تعود لاعب زي كريم الأحمدي، لاعب كبير جدا، وكان يمكن 3 إلى 4 سنوات في نادي الاتحاد يعني، وكان من الركائز الأساسية. يعني يغيب لك يعني في نصف الموسم وفي فترة حساسة، فحتى هي من الأسباب أنه أثرت على. ترى احنا شوية في المغرب نستحي أن نتكلم على زوجاتنا لكن ما عليه يعني، أكيد أم ريان يعني ساعدتني في هذا الظروف. ما أنسى حتى الوالدة، يعني الوالدة كانت حتى هي يعني من الأولويين يعني في المساعدة في هذه المسائل، وأنهم يعني أستانس معاهم، أضحك معاهم، والحمد لله مرت المرحلة واللهم لك الحمد. يعني أول مباراة لك مع الاتحاد في جدة في ملعب الجوهرة، ونزلت الملعب وكان الملعب